ما رد عليك، ما رد على طقاقات. ما سر هجوم الفنانة ملاك عليك هو وصفتك بالطقاقة؟ طبعا اقول لها مسيك بالخير وجزاك الله خير وهذا من طيب اصلك، انا ما رديت من قبل. الموضوع هي لو سامعه حواري مع المذيعه ما كانت قالت هذا الكلام. انا كنت قاعده اغالط المذيعه تقول انا كنت قاعده اتكلم معاها بكل هدوء وشفافيه. قلت لها لا انتوا كنتوا قاعد تهاوشون. هذا كان كلامي. قلت لها ما كان اسلوب حوار، كان هوشه. انا لا غلطت على ملاك ولا يبطاري ملاك، انا كنت قاعده اكلم المذيعه. وكانت المذيعه اول اللقاء قاعد تقول انا ما برد على ملاك، كنت قاعده احاول اسكتها عشان لا تدش في جدال ثاني. بس الله يهديها ملاك، الله يهديها. يعني على فكره خلاف شخصي بيني وبين ملاك ما في. ملاك انا احبها والله العظيم احبها وقلبها طيب، بس مشكلتها ردة الفعل السريعه. ها ما رد عليك، ما رد على طقاقات. ما سر هجوم الفنانة ملاك عليك هو وصفتك بالطقاقة؟ طبعا اقول لها مسيك بالخير وجزاك الله خير وهذا من طيب اصلك، انا ما رديت من قبل. الموضوع هي لو سامعه حواري مع المذيعه ما كانت قالت هذا الكلام. انا كنت قاعده اغالط المذيعه تقول انا كنت قاعده اتكلم معاها بكل هدوء وشفافيه. قلت لها لا انتوا كنتوا قاعد تهاوشون. هذا كان كلامي. قلت لها ما كان اسلوب حوار، كان هوشه. انا لا غلطت على ملاك ولا يبطاري ملاك، انا كنت قاعده اكلم المذيعه. وكانت المذيعه اول اللقاء قاعد تقول انا ما برد على ملاك، كنت قاعده احاول اسكتها عشان لا تدش في جدال ثاني. بس الله يهديها ملاك، الله يهديها. يعني على فكره خلاف شخصي بيني وبين ملاك ما في. ملاك انا احبها والله العظيم احبها وقلبها طيب، بس مشكلتها ردة الفعل السريعه. ها